السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. فيديو جديد النهاردة وهنحل مع بعض امتحان دمياط، امتحان سهل ومباشر وربنا يبارك لوضع الامتحان بجد. يلا نبدأ. أول سؤال معانا بيكون الديالوج. نبيل and أسامة are talking about a book that أسامة is reading in history. نبيل وأسامة بيتكلموا عن الكتاب اللي بيقراه أسامة في التاريخ. هلو أسامة، هلو نبيل. أهلا أسامة، أهلا نبيل. Are you enjoying that book أسامة؟ أنت بتستمتع بالكتاب ده يا أسامة؟ هل أنت بتستمتع بالكتاب ده؟ طبعا يا إما يا إما لا، yes أو no المقص. كمل كده. قال له because it's not my favorite kind. مش ده النوع المفضل بالنسبة لي. خلاص يبقى هو مش بيستمتع، يبقى no I am not. ما تنساش إن are you تحول إلى إيه؟ I am not. were you I was. ما تنساش. are you هنا تبقى no I am not. طبعا قال له بيكوز لان، فالسؤال هيقول له هنا ايه؟ ممتاز. واي ليه؟ ودي ثوابت لما تلاقي بيكوز يكون عندك واي، او طبعا تو المصدر اللي بيكون معناها لكي. برضه في الحاله دي بجيب واي. يا مستر لو عايز اسال سؤال كامل هتجيب السؤال اللي فوق بس تحط له نوت، فتقول له ايه؟ واي aren't you enjoying that book اسامه؟ طب ليه انت مش مستمتع بالكتاب ده يا اسامه؟ قال عشان ده مش النوع المفضل. اوريدي السؤال اللي بعده طب ايه هو النوع المفضل؟ اكيد يعني. قال له I prefer reading adventure stories. أنا أفضل قراءة قصص المغامرات. إذا السؤال هنا what kind of books do you prefer reading؟ what kind of books إيه نوع الكتب، أو what kind of stories إيه نوع القصص do you prefer reading اللي أنت بتحب تقراها. ماشي؟ أو what are your favorite books إيه كتبك المفضلة. تمام. Did you read this book؟ طب أنت قريت الكتاب ده؟ يا إما برضو يا إما لأ. كمل. I read it 1 year ago. أنا قريته من سنة. إذا هنا yes I did. أيوة أنا قريته، أو yes بس ويكمل I read it 1 year ago. قريته من سنة and it was so interesting as I like history. كان لذيذ جدا وشيق عشان أنا بحب التاريخ. طبعا قال له ايه؟ will you have encouraged me to finish it؟ حسنا انت شجعتني انا ايه؟ اخلصه. قال له I hope you will enjoy it. اتمنى لو انت تستمتع بيه. اي حاجه حتى لو جابلك في الامتحان عن العطله بتاعتك، عن الاجازه الجايه هتعمل ايه فيها، او وفي الاخر يقول لك انا اتمنى لك قضاء اجازه سعيده، اتمنى لك ان انت هنا تستمتع بالكتاب، اتمنى لك حظا سعيدا. بيتمنى لك حاجه حلوه وانت مغمض. ثانك يو، شكرا لك. السؤال الثاني قطعه ناقصه 6 كلمات و4 فراغات، 3 فراغات على الكلمات وفراغ على القواعد. When Sammy was young لما سامي كان صغير he had نقط، كان عنده ايه؟ كمل. This means he was bad at نقط reading and writing. القراءة والكتابة كان هو سيء فيهم. إذا الأولى وأنت مغمض ديسلكسيا اللي هي عدم سهولة القراءة. وجاب لك reading and writing يبقى هنا both كل من القراءة والكتابة. It wasn't easy for him to ما كانش سهل ان هو يعمل lessons الدروس بتاعته. طبعا understand ما كانش بيفهم الدروس كويس. عشان كده والديه asked a teacher to give him طلبوا من المدرس ان هو يديله ايه؟ lessons. طبعا special lessons دروس خاصة عشان تساعده ان هو يتحسن ويؤدي بشكل جيد فين؟ في الامتحانات. السؤال الثالث يا حبايبي بيكون قطعة، والقطعة عشان تحلها صح لازم طبعا تبدأ بالأسئلة وتترجمها وبعد كده ترجع للقطعة. في إجابات كتيرة بيكون إجابتها بالنص فبتجيب الجملة من النقطة للنقطة، وفي حاجات بتستخدم ذكائك فيها شوية. طب نشوف مع بعض. أول 3 أسئلة اختيارات. The main idea of the passage إيه الفكرة الرئيسية للقطعة؟ هنعرف. When the writer opened the box he found لما الكاتب فتح الصندوق ليه إيه؟ برضه هنعرف. Online shopping is useful because it التسوق عبر الانترنت مفيد ليه؟ على فكره دي تحل لك رقم 1 اللي هو شوبينج اونلاين، الفكره الرئيسيه. وكمان لو انت ركزت وترجمت صح هتعرف تجيب الاجابه، لان هنا بيقول لك سيف تايم اند ايفورت يوفر وقت وجهد، ولا از اكسبنسيف غالي، ولا تيك لونج تايم بتستغرق وقت طويل، ولا كوستس ماتش ماني بيكلف الكثير من المال. طبعا هتكون الاولى. هو بيقول لك مفيد او نافع عشان حاجه حلوه مش عشان حاجه وحشه. ممتاز. What does the underline pronoun it؟ هو الضمير it ده بيعود على مين؟ هعلمك تحلها ازاي، ودي لازم اي قطعه يجي في حاجه زي كده ضمير وتحتيه خط يقول لك يعود على مين، ويقول لك كمان عايز الفكره الرئيسيه، او ادي عنوان للقطعه، او يجيب لك كلمه تحتها خط ويقول لك عايز معناها او عكسها. الحاجات دي ثوابت طبعا. او يقول لك summarize زي كده summarize the last paragraph، عايزين نلخص اخر باراجراف في جمله. Do you think هل تعتقد؟ ده رايك، فممكن يكون يحتمل yes ونو او اكثر من اجابه واكثر من راي يكون صحيح. The writer's daughter was happy and why؟ بنت الكاتب كانت سعيدة ولا لا وليه؟ هنعرف بعد شوية. We all know that shopping online is useful. احنا كلنا عارفين ان التسوق عبر الانترنت مفيد. خلاص يبقى هنا shopping online. طب مفيد ليه؟ كمل. It saves time and effort. كده جاوبنا 2 اللي احنا قلناهم ورا.
بيوفر الكثير من الوقت والمجهود. You can buy what you want anytime without moving. تقدر تشتري اللي انت عايزه من غير ما تتحرك في اي وقت. It's a form of electronic commerce which allows the users to directly buy goods from a seller over the internet. هو نوع من التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بتتيح أو بتسمح للمستخدمين إن هم مباشرة يشتروا البضائع بتاعتهم من البائع عبر الإنترنت. However ومع ذلك اعرف بعدها في تناقض أكيد. My opinion changed when I decided to buy a present for my daughter on her birthday. بيقول ان الكاتب بيقول ان غيرت رايي او رايي اتغير، الراي ده اتغير بعد ما قررت ان اشتري هديه لبنتي في عيد ميلادها. I visited the websites for electronics until I found what I want and ordered a modern computer. بيقول ان هو زار مواقع كتيره للالكترونيات لحد ما لقى اللي هو عايزه وطلب كمبيوتر جديد. The delivery arrived in 1 week. خدمه التوصيل كانت بعد اسبوع. I opened the box. فتحت الصندوق كده. Inside جواه there were a keyboard, mouse, screen and a lot of wires. ودي هتكون إجابة السؤال التاني في الاختيارات. بيقول لك الكاتب لما فتح الصندوق لقي إيه؟ شايف بالنص أهي، بالنص أهي. I opened the box. لو أنت مش عارف ترجم حتى اللي بعدها. Inside there were a keyboard, mouse, screen and a lot of wires. طبعا هتختار نفس الإجابة اللي هناك. ليه؟ طبعا لوحة مفاتيح وماوس وشاشة وأسلاك كتيرة. After spending an hour trying to put all parts together. بيقول حوالي قضى ساعة كده بيحاول يركب كل حاجة مع بعض. It still didn't work. بس برضه ما اشتغلش. اللي هو ايه بذكائك؟ الكمبيوتر. ممتاز. يبقى كنا هنا جاوبنا رقم 4 التعويض على الكمبيوتر. Once على الحال أو على الفور. I called them to send it back. كلمتهم عشان يبعتوا له يعني ياخدوه يبعتوا له واحد جديد. They were sorry. كانوا زعلانين جدا وشعروا بالأسف. After 3 days وبعد 3 أيام a new computer arrived. جابوا لي الكمبيوتر جديد. It was great. كان عظيم وكويس. And my daughter was happy. وبنتي كانت مبسوطة. وبعد كده نقطة وفي مسافة وراح بدأ من أول السطر. إذا دي فقرة جديدة أو الفقرة الثالثة. طبعا هنا المفروض كان ساب مسافة صغيرة بس مش مشكلة. When you shop online لما تسوق عبر الإنترنت you need هينصحك هنا you need to be careful where you shop from. لازم تكون حريص أنت بتعمل التسوق ده منين. You should buy from trusted sources. المفروض كمان تشتري من مواقع موثوق فيها. And make sure you read the user reviews of both the seller and the products. وكمان تتأكد ان انت قريت كل الرسائل والكومنتس النقدية على البائع والمنتج ده اللي بتكون طبعا متاحة في الموقع. طيب خلينا نحل ونتأكد حلنا صح ولا لا. أول واحدة الفكرة الرئيسية طبعا شوبينج أونلاين. 2 لما فتح البوكس لقي إيه؟ ممتاز هنختار دي سكرين كيبورد ماوس سام وايرز. 3 هو شوبينج أونلاين ده يوسفول ليه؟ عشان طبعا سيفز تايم اند ايفورت. ممتاز. 8 يعود على مين؟ قلنا كمبيوتر. 5 عايزين نلخص آخر فقرة في جملة. طب نجيبها كده ونشوف. آخر فقرة أهي when you shop online you need to be careful where you shop from. خلاص لخصتها أنا على كده. او ممكن اجيب الجمله الثانيه او ممكن تجيب الاثنين وتحط اند في النص. ازاي؟ تقول ايه؟ when you shop online you need to be careful where you shop from and buy from trusted sources. خلاص. اخر سؤال do you think the writer's daughter was happy and why. هل تعتقد ان ابنة الكاتب كانت مبسوطة ولا لا؟ بالنسبة لها هكتب طبعا yes I think so. اعتقد ذلك. ليه؟ because her father ordered a new computer for her and it was great. عشان باباها طلب لها كمبيوتر جديد تاني وكان كويس. بعد كده يا حبايبي الاختيارات سهلة جدا. An garden is a large open area where you can see beautiful plants and trees. نباتات وأشجار. خلاص botanical garden وانت مغمض اللي هي حديقة نباتية. A botanical garden means cars, lorries and motorbikes that use the road. عربيات بقى ولوريز وموتوسيكلات وتستخدم الطريق. كل ده وانت مغمض ترافيك المرور. دمياط is a peaceful city. peaceful معناها ممتاز quiet أو quiet. أنهي واحدة؟ طبعا دي الأخيرة هادي. أما سي معناها إلى حد ما. to get the adjective عشان تجيب الصفة من الاسم wood اللي هو الخشب نضيف لها ممتاز en wooden. The parents knew that the children were not because they heard them talking. الوالدين عرفوا ان ولادهم مالهم لما سمعوهم بيتكلموا. طبعا لسه صاحيين awake يعني مستيقظ الأولى. They didn't win the match. هم ما فازوش بالمباراة. so they were all كانوا مالهم طبعا sad يعني زعلانين. بعد كده complete يا حبايبي. The train usually not 6 hours to Luxor أو to reach Luxor. طبعا هنا ترين مفرد وده جدول مواعيد وانت مغمض takes وركزنا عليها كتير في شرح الجرامر. takes. 2
This is the not bad film I have ever seen. وانت مغمض في اخر الجملة I have ever وتصريف ثالث، انا عمري شفته، انا عمري سمعته، انا عمري قابلته كده، وانت مغمض تفضيل ذا والتفضيل. طبعا bad هنا صفة شاذة والتفضيل بتاعها worst the worst. 3 He has been at this school for 2020. عندك سنة فمش هينفع معاها for، في حلين since أو in، وفي طبعا حاجات تانية بس الأفضل اللي علينا هنا في النقطة دي since أو in. طب بص الزمن الجملة، لقيته ماضي بسيط تبقى in، لقيته مضارع تام تبقى since. طب هنا has been مضارع تام خلاص since. 4 both نبيل and علي، كل من نبيل وعلي، وجاب لك بين قوسين بي اللي هي معناها يكون وانت مغمض both جمع، اذا are في المضارع were في الماضي. طب كمل كده قال school yesterday امبارح، خلاص هنا هنجيب ايه ممتاز were. 5 she not stay up late she has already done her homework. هي تسهر لوقت متأخر، الواجب بتاعها خلصان بالفعل خلاص doesn't have to، هي مش مضطرة تسهر عشان الواجب بتاعها خلاص. ولو انت مركز الامتحان بنسبة 99.9 ما كانش 100% جبناه في الامتحانات بتاعتنا وحليناه الحمد لله، اللهم لك الحمد. آخر سؤال معانا اللي هو الرايدنج الباراجراف، بيقول لك عن a short story about a holiday that you enjoyed a lot. قصة قصيرة عن أجازة أنت استمتعت بيها. أعتقد مفيش أسهل من كده. طبعا هتحكي زي في أولى إعدادي لو أنتوا فاكرين your last weekend العطلة بتاعتك الأخيرة. خد بالك كل الجمل بتاعتك هتكون في زمن الماضي البسيط. تحكي مثلا أنت رحت حديقة الأزهر وبعد ما استمتعت ورحنا مطعم وكلنا، بابا كل وماما كلت، وتحكي كتير ولكن هيكون في الماضي البسيط. وفي النهاية يا أحبابي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. إن شاء الله أي محافظة تمتحن بكرة هنحاول إن احنا نحل الامتحان بتاعها، وببشركم بكرة بالليل الخميس بكرة بالليل هيكون الساعة 7:30 8 عندنا لايف خاص بمراجعة ليلة الامتحان للصف الثالث الإعدادي. ليه يا مستر التوقيت ده تحديدا؟ عشان في محافظات تمتحن السبت وفي الحد وفي الاثنين وفي الثلاث. طب ليه الخميس؟ عشان صباح عندك الجمعة، فأنت ممكن تكون الخميس فاضي فهتفتح معايا وتركز معايا، سواء كنت هتمتحن السبت أو الحد أو الاثنين. أعتقد إن ده الميعاد المناسب. طبعا لو احنا عملنا اللايف السبت بالليل هيكون في محافظات امتحنت فمش هيلحقوا اللايف بتاعنا، فالافضل ان شاء الله بكره هنتجمع كلنا الساعه 7:30 مساء ونفك مع بعض عقده الانجليزي ونقفل الانجليزي. وبوعدكم ان شاء الله بعد مراجعه بكره وكل الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناه دي 30 من 30 في اللغه الانجليزيه. اللهم علما ينتفع به، واشوفكم ان شاء الله بكره في اللايف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.